أنا طالبة عندي 18 سنة، أولى جامعة. أول ما دخلت الجامعة كنت متحمسة جدا، وكل حاجة كانت جديدة عليا. الناس، اللبس، الحرية، المواعيد، حتى نظرة الناس ليا. في أول أسبوع اتعرفت على بنت اسمها رنا. كانت مختلفة، لبسها ملفت، كلامها جريء، كانت دايما مركز اهتمام أي قعدة. كنت ببص لها كأنها رمز للحرية. كانت بتتكلم بثقة عن العلاقات والسفر، حتى عن حياتها العاطفية. وكنت كل شوية أقول لنفسي أنا عايزة أبقى زيها. بدأنا نخرج سوا ونتكلم كتير. شجعتني أغير ستايلي، ألبس حاجات ما كنتش بلبسها، وقالت لي جمالك مش هيبان وانتي مستخبية. وبعدها عرفتني على شاب. في الأول كنت مترددة، بس هي كانت دايما بتقول انتي حرة وكل البنات عندها علاقات، انتي مش طفلة. دخلت العلاقة وكنت حاسة اني ماشية في طريق غريب، بس أقنعت نفسي ان ده الطبيعي. المشكلة انه كان بيمتص طاقتي، بياخد مني وقتي، مشاعري، احترام ذاتي. وفي كل مرة أحس إنه بيتغير أقول أكيد هيتعدل، بس هو كان بياخد أكتر وما بيقدرش. وفي يوم كل حاجة انتهت، قال لي بكل برود إحنا مش لايقين على بعض. ولا حتى احترمني ولا اعتذر ولا حتى سأل أنا بخير ولا لأ. رجعت لصاحبتي لقيتها باردة جدا، وقالت لي عديها، في غيره كتير. ومن يومها اختفت. وقتها حسيت إني اتكسرت. كنت فاكرة إني بعيش بحرية، بس الحقيقة إني كنت بتشد لطريق مش بتاعي. كنت بدور على حب واحترام وانتماء في مكان غلط ومع ناس غلط. دي القصة اللي كانت جايالي، أو المشكلة اللي تعرضت لها حد من البنات في الجامعة. كانت نتيجة صاحبة جرتها الطريق السيء. وأنا يعني قلت لها، حتى قلت لها هي للأسف الشديد ما كانتش صاحبة صالحة. وهي للأسف ليست صاحبة صالحة. هي شدتك في طريق غلط. يعني الصحبة اللي تجرك في طريق، تعرفك على شباب أو تقولك لا هو ده الصح وتعالي نظهر وكلام، ده غلط، ده طريق غلط. لازم ترجع عن الطريق ده، وده ذنب، وفي يوم من الأيام هتحاسبي عليه. وانت للأسف الشديد كده خنتي ثقة أهلك. لما انتي والدك ووالدتك سمحولك انك تروحي الجامعة، انتي هما كانوا مدينك ثقة انهم واثقين في بيتهم. لما انتي تروحي تصاحبي ولاد في الجامعة وكلام زي ده، تعملي حاجات غلط، انتي كده خائنة للثقة. فانا اتمنى انك ترجع عن طريقك، وان شاء الله تكوني اتعلمتي وكده، اتعلمتي الدرس. وما تكرريش الغلط ده تاني، وقربي من ربنا. قربي من ربنا. الواحد ممكن يموت في أي لحظة على ذنب. فأنتي قربي من ربنا واستغفر ربنا، لعل إن شاء الله ربنا يغفر لك وتبقي أحسن. وما تصاحبيش غير بنات زيك، بنات تصاحب بنات بس، ما تصاحبيش ولاد. وامشي صح واستقيمي في حياتك، وانتبهي لمستقبلك ودراستك. وإن شاء الله تكوني اتعلمتي الدرس، واللي حصل ده ما يتكررش تاني. وانا طبعا مستني اراء المتابعين في الكومنتات. وكان معكم عبد الرحمن، الى اللقاء.